في لحظة بتحس فيها إنك سمعت الصوت ده قبل كده، شميت الريحة دي قبل كده، شفت المكان ده قبل ما تيجي أصلا. لكن المشكلة إن كل ده حصل في حياة تانية. النهاردة إحنا قدام واحدة من أغرب القصص اللي حصلت في تاريخ مصر كله. واحدة ست حلفت إنها كانت هنا قبل كده، مش من 10 سنين، من 3000 سنة. اسمها سيتي. بس الحكاية كانت مرعبة أكتر من أي لعنة فرعونية. بنت صغيرة اسمها دورثي إيدي، عندها 3 سنين، ساكنة في لندن. وقعت من السلم، دماغها خبطت في السلم، وأعلنوا وفاتها. الأهل بكوا، لفوا جسمها، بس بعد ساعات رجعت. صحيت وهي بتصرخ: رجعوني بيتي، أنا مش هنا، بيتي جوه المعبد. الناس قالت إنها بتخرف، لكن اللي حصل بعدها خلى العلماء نفسهم يرتعشوا. من أول يوم بعدها وهي بتتكلم عن مصر، عن الملك سيتي الأول، عن حبها ليه، وعن معبد ضخم هي عاشت فيه زمان وكانت كاهنة فيه. وكل ليلة بقى كانت ترسم نقوش فرعونية دقيقة محدش علمها، وكانت تقول إنها سيتي، الست اللي كانت بتحب الملك. كبرت دورسي وبقت مهووسة بمصر، درست كل حاجة عن الفراعنة رغم إنها ما دخلتش كلية آثار. وفي سن 27 قررت تسافر مصر لأول مرة. وأول ما رجعت لمصر دموعها نزلت وقالت بصوت متقطع: أنا رجعت يا سيتي، أنا جيت. اشتغلت مترجمة في هيئة الآثار، وكان كل يوم بتقول للعلماء: في غرفة تحت الأرض فيها مكتبة مدفونة تحت التمثال ده، هتلاقوها. ضحكوا، استهزأوا، لكن لما حفروا لقوا المكتبة زي ما قالت بالحرف. إزاي؟ مين علمها؟ ولا هي كانت موجودة فعلا قبل كده؟ اللجنة كانت من أكبر علماء الآثار وقتها، قرروا يختبروها. لو كنت فعلا كنت هنا، احكي لي عن غرفة مش موجودة على أي خريطة. وأشارت: هنا كانت غرفة الولادة، وهنا ولدت أنا، وده تمثال الإله ست اللي كنت بخاف منه. كل التفاصيل صح. قالت لهم: كان في حجر واقع في الزاوية، ده مش مكانه هنا، رجعوه مكانه. وفعلا لما رجعوه اكتشفوا إنه كان مدخل سري لغرفة كانت مختفية. مرة حماها دخل عليها فجأة في الشقة. كانت نايمة، وعلى طرف السرير في واحد لابس لبس فرعوني واقف، وشه ملوش ملامح، مجرد عيون سودة بتلمع. وأول ما بصله اختفى. صرخ الأب ودخل على ابنه: مراتك نايمة مع شبح فرعون. ضحكوا عليه، لكن بعدها ابتدوا يسمعوا صوت خطوات في البيت كل ليلة، ونسمة هوا بتعدي جوه الصالة رغم إن الشبابيك مقفولة. سيتي كانت بتقول: أنا أخطأت لما حبيت الملك. اللعنة كانت إن اتولد تاني من جديد وارجع افتكر كل حاجة، لكن ما يكونش ليه مكان هنا ولا هناك. ماتت سيتي في مصر، اتدفنت هنا، لكن حتى بعد موتها الناس بتسمع صوتها جوه المعبد بتقول: سيتي سامحني، أنا لسه بحبك. واللي يقرب من معبد أبيدوس بيحس إنه بيتراقب، كأن في عين كانت مفتوحة من آلاف السنين ولسه مفتوحة. في علماء لحد النهاردة بيقولوا إن سيتي كانت مريضة نفسياً، وفي ناس تانية بتقول إنها كانت تجربة نادرة للري-إنكارنيشن، الرجوع للحياة. بس الحقيقة هتفضل مدفونة، زي الغرف اللي ما اتفتحتش لحد دلوقتي في المعابد، زي التعاويذ اللي لو اتقالت تفتح بوابات كان لازم تفضل مقفولة. سيتي، الست اللي قالت إنها رجعت من العالم التاني ومعاها سر محدش فينا مستعد يعرفه. لو شفت صورة ليها بص كويس في عينيها، هتلاقي نظرة كأنها شايفاك
قبل ما تتولد. كانت هلوسة، مرض نفسي، خدعة ذكية، ولا فعلا روح رجعت من آلاف السنين؟ كل اللي عارف أم السيتي ما كانش بيقدر يكدب عينيه. حياتها لغز، وكل يوم بيظهر حد جديد بيفكر: يا ترى أنا كمان كنت هناك؟ يا ترى ممكن نرجع لو للحظة للزمن ما كانش فيه إنترنت بس كان فيه أسرار أكتر من أي خيال؟ لو عجبك اللي سمعته، تابع سلسلة ملف إكس وسجل في القناة. كل حلقة ملف جديد وسر جديد يمكن يكشف لك حاجة عن نفسك. كنت معكم من الظل.